يعني هو ديانج كان ناقص يحطها لك في المرمى ويقول لهم معلش اكتبوها باسم عمر كمال. والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية. أتمناها ليلة لذيذة، أتمناها ليلة عفوية وحلوة وجميلة على كل الأهلاوية. أول ربع ساعة وهجمتين ولا أروع لنادي الزمالك، وهجمتين برضو مميزين إلى حد ما للنادي الأهلي. لعيبة الزمالك لاقية بعضها شوية في الملعب وبيلعبوا تقريبا كده زي ما تقول من لمسة واحدة أو من لمسة ولعبة، بيلعبوا السهل الممتنع. لعيبة نادي الزمالك بتلعب السهل الممتنع. لعيبة النادي الأهلي إلى حد ما في بعض اللاعبين مش لاقية بعض، مش فاهمين بعض، حاجة زي كده يعني. فهجمتين هنا وهجمتين هنا، هجمتين هنا خطار قوي، والهجمتين هنا خطار قوي، وفي هجمة مرتدة هي للنادي الأهلي. ربنا يسهل إن شاء الله ويوفق النادي الأهلي ونفوز بإذن الله بإذن الله. كان في هدف هيجي دلوقتي. أول 10 دقايق كان في سيطرة كده كبيرة من نادي الزمالك ومن لاعيبة نادي الزمالك، بس ابتدى الأهلي يفوق وابتدى الأهلي يهاجم وابتدى الأهلي يعمل الشغل المطلوب منه واللي احنا المفروض يكون هو اللي مبادر بيه، وابتدى يهاجم وابتدينا نشوف هجمة هنا وهجمة هنا أو هجمتين هنا وهجمة هنا، وإن شاء الله بأمر الله اللي جاي أفضل بإذن الله في أحداث المباراة. ايه يا تريزيجيه؟ في ايه يا تريزيجيه اللي بتعمله ده يا تريزيجيه؟ انا مش فاهم. بس ما بين رمضان جنبك يا تريزيجيه، ابوس ايدك بطل حنكشه يا تريزيجيه بقى، ارحمني بقى يا تريزيجيه وبطل حنكشه بقى يا اخي. عاش عاش يا رجاله، عاش عاش عاش. ابتدى الاهلي هو يغلط ويسيطر وابتدى يهاجم بشكل مستمر وابتدى يغلط لعيبه الزمالك، وان شاء الله خير خير نسترجل روح الفانيلا الحمراء يا جدعان، ابوس ايديكم. ضربه جزاء لنادي الزمالك، ياسين مرعي بيتسبب في ضربة جزاء لنادي الزمالك. هل فيها فار بقى وهل فيها كلام؟ الله اعلم. عاش يا شنو. الشناوي بيتصدى لركلة جزاء عبد الله السعيد. ضاعت. الله عليك يا شنو والله. نفسي افهم ايه اللي بيحصل ده قسما بالله. يعني هو لعيب الاهلي لوحده اللي دخل يعني منطقة الجزاء؟ ده اللعيبة كلها دخل ولعيبه الزمالك دخلت يا كمان. انا مش فاهمها انا دي. هدف اول حسام عبد المجيد، اقسم بالله حرام. انا مش فاهم ايه اللي بيحصل ده بقى، انا نفسي افهمه. هل ده قانوني ولا مش قانوني؟ ولو قانوني طب ما في لعيبه الزمالك دخلت برضه منطقه الجزاء، هو مش لعيبه الاهلي بس اللي دخلت. ضربه جزاء للنادي الاهلي، يعني ما فيش حد احسن من التاني. يلا بقى شكلها هتتلغي بقى. يعني هي شكلها هتتلغي بقى. يعني هي بقى شكلها هتتلغي بقى. لانها مش عارف ليه انا شايفها جايه في بطنه مش في ايده. هي للامانه مش ضربه جزاء بقى. يعني هي بالامانه بقى مش ضربه جزاء بقى. عشان ابقى يعني صريح، عشان انا مش منافق. هيلغيها اهو، رايح يلغيها اهو. لما يلغيها بقى هنشوف ايه اللي هيحصل بعد كده وارجع لكم تاني. هو ايه اللي الحكم عمله ده؟ ايه اسقاط دي؟ ايه دي؟ ده ايمن الكاشف بيقول لك جديده دي. ايه اسقاط دي؟ مش فاهم. ما هي ما اتحسبتش ضربه جزاء تبقى ركنيه. ايه اسقاط دي؟ يا عم تريزيجيه انت مش بتلعب لوحدك، والله معاك لعيبه بتلعب في ارض الملعب. يا عم تريزيجيه والله ما بتلعب لوحدك. باصي يا عم كوره يابا، باصي الكوره يابا بقى. لا اله الا الله. مش عارف يا تريزيجيه انت مالك في ايه؟ انا مش فاهم والله. انا ما بقتش عارف. ده تقريبا كده احنا ابتدينا نصعب على لعيبه الزمالك وابتدوا يدونا هديتين من لعيبه نادي الزمالك. قسما بالله لو لعيبه فايقه تجيبها جوان. يعني هم هديتين يترجموا الاهداف. معرفش في ايه اللي بيحصل. سيطره استحواذ مش عارفين نخترق بالكوره، مش عارفين نجيب هدف، ولاعيبه نادي الزمالك عماله تغلط، مدافعين نادي الزمالك عمالين يغلطوا ومش عارفين نستغل الفرص. يلا يا شحات بقى الله يكرمك. يلا يا شحات الله يكرمك، ربنا يكرمك يا ابني ان شاء الله في المباراه دي، وانت اللي تكون سبب فوز الاهلي في المباراه دي ان شاء الله. كابتن عماد انا حاس بعد اذنك يا كابتن عماد والنبي معلش عشان خاطري انا، طلع بن رمضان ونزل ديانج.
اه والله اه والله اه والله العظيم. طلع بن رمضان ونزل ديانج، وطلع بن شرقي ونزل عبد القادر عشان خاطري يا شيخ. انا شايف عرضيات عماله تتلعب ومفيش ولا عرضيه يعني نزلت على دماغ لاعب من لعيبه الاهلي. يعني مفيش عرضيه استفدنا منها باي حاجه. ما شفتش عرضيه واحده توحد الله اتلعبت عدله جت على دماغ واحد من لعيبه الاهلي. يخرب بيت ده جول! ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ الشحات قلت لك يا ابني انزل ربنا هيكرمك وهتبقى انت سبب فوز الاهلي في المباراه دي. انا قلت لك حلوه يا شريف، لمه شريف يخرب بيتك يا شريف. الواد شريف فسحه، الواد شريف فسحه. هدف عالمي يا شحات، عالمي عالمي، هدف جميل من اوله لاخره. والله العظيم هدف عالمي يا جدعان، هدف عالمي. الله عليك يا شحات ورحمه امي، لعيب لعيب. بعت كل اللعيبه ود اسيست لمحمد شريف، ومحمد شريف قال له ربنا ابدا، اقسم بالله ابدا. قام مفسح عبد المجيد، زحفه على النجيله وقام لافف مديها التو الجميل للشحات، والشحات شمعها. احلى شحات في الدنيا. ابوس ايديكم بقى ما نديهمش فرصه. بنفس الاداء وبنفس الروح وبنفس العقل والهدوء هنجيب التاني. يلا يلا، ضربة جزاء، ضربة جزاء اتقلبت فوقها تحتيها ويمينها شمالها. الشحات حولها تماما، الشحات حولها تماما. ضربة جزاء، كنت فين يا حسين صحيح؟ كنت فين يا ساحس؟ تريزيجيه اللي هيشوط ضربة الجزاء. يا رب يا تريزيجيه، يا رب يا تريزيجيه، يا رب يا تريزيجيه. ان شاء الله جول، ان شاء الله جول، ان شاء الله جول. صبحي بيحاول يوتر تريزيجيه وبيطلع من مرماه والحكم بيرجعه. بيحاول يوتر تريزيجيه وانا شايف ان تريزيجيه متوتر. جول! جول! الهدف الثاني للنادي الاهلي من ضربة جزاء محمود حسن تريزيجيه. 2-1. المكنه قرت. نينجا نينجا، تحياتي ليك يا نينجا. رجاله النادي الاهلي لسه فاضل 12 دقيقه غير الوقت البدل الضايع. فاضل 12 دقيقه غير الوقت البدل الضايع. ما نضيعش تعبنا، ما نضيعش تعبنا بامرك يا رب. هنجيب التالت. ديانج مش عارف قالوا ديانج يعمل لك فيها ايه تاني يا عمر يا كمال. الراجل الله اكبر عليه ادالك كوره قسما بالله ناقص يحطها جون ويكتبها باسمك. بس خلاص، بس خلاص. ولحد هنا تنتهي مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بنتيجة 2-1 للنادي الأهلي. مبروك للنادي الأهلي، مبروك لجمهور النادي الأهلي، مبروك لإدارة النادي الأهلي، مبروك للاعيبة النادي الأهلي اللي المفروض خلاص احنا كده المفروض احنا فوقنا، المفروض ان احنا كده استعدنا ذاكرتنا، استعدنا فكرنا، استعدنا طريقتنا في اللعب، استعدنا روح الفانيلا الحمراء، فنتعادل بقى في اللي جاي. وفي النهاية مباراة ب3 بونت. اي نعم 3 بونت مهمين، بس ايه عسل قوي.